كل يوم شكاوي كتير جدا من المدرسين بتوعه في الحضانه، حركه مفرطه ومش عايز يقعد مع زمايله وبيضحك بصوت عالي وفي اوقات مش مناسبه. في اول سنوات دراسته الشكاوي ما بتخلص، مش عارف يركز في مدرسته ومع مدرسينه، ظروف عائليه ملخبطه وانفصال والده ووالدته وعلاقه متوتره بينه وبين والده. اتشخص باضطراب فرط الحركه وبدا رحله العلاج، والدكتور نصحهم ان الولد لازم يلعب رياضه. حالته بدات تتحسن ودرجاته في المدرسه بدات برضه تتحسن، بس بدا يظهر معاها شيء تاني، قدرات رياضيه كبيره وقوه جسمانيه كبيره، والتدريبات بدات تساعده في ان حالته تتحسن جدا. سنة 2000 وهو عنده 15 سنة شارك في أولمبياد سيدني، وسنة 2004 شارك في أولمبياد أثينا وحقق 8 ميداليات منهم 6 ميداليات ذهبية، وبعد كده سنة 2008 شارك في أولمبياد بكين وحقق 8 ميداليات ذهبية. مايكل فيليبس صاحب الرقم القياسي الأكتر واحد أخذ ميداليات في الأولمبياد كان موهوب، بس لو ما كانش توفر له الدعم النفسي من والدته اللي كانت دايما بتدعم ثقته بنفسه وبتوفر له الظروف اللي بتدعم موهبته، عمره ما كان هيوصل للقمة. بس يا سيدي، وكده يبقى خلص الكلام. سلام.